قضية النهاردة فيها مفاجآت وتحولات حتى بعد صدور الحكم. استنوا لغاية النهاية لأنكم هتتفاجئوا بالنتيجة. ما كانتش متوقعة تماما، اتفاجئت بيها زي المحققين ما اتفاجئوا بيها. قبل ما نبتدي في القضية اللي إن شاء الله هتعجبكم لأنها فيها تحولات ومفاجآت، أحب أشكر كل اللي اشترك في القناة وكل اللي بيتابعني، وياريت أسمع تعليقاتكم. أنا بالنسبة لي دلوقتي التعليقات أهم من الاشتراك. أحس إننا فعلا انتوا عاجبكم القصة ومتعايشين معاها وشدتكم وعندكم تحليل ليها. نكمل بقى القصة ونخش في التفاصيل. في 30 سبتمبر 1979 في شخص بيتصل بالشرطة بيبلغ فيها إنه راجع البيت لقى مراته متعرضة لإطلاق النار وإن هي بتحاول تتنفس وإن هو محتاج الإسعاف حالا. لحسن الحظ دورية الشرطة كانت قريبة من المكان، عشان كده وصلوا لمكان الحادث بسرعة. لما دخلوا الشقة لقوها موجودة في غرفة نومها، كانت موجودة على السرير، الدم كان مغطي كل جسمها. لاحظوا إن هي متعرضة لطلق ناري في راسها وإن الجدران كلها متلطخة بالدم، بس كان لسه فيها نبض، كان بتحاول تتنفس. الضباط حاولوا إن هم يسعفوها لغاية ما تيجي الإسعاف، وطلبوا من الزوج إن هو يطلع بره الأوضة. كانوا مركزين كل جهودهم إن هم ينقذوها لغاية ما تيجي الإسعاف، فعشان كده طلعوه بره الأوضة. ولما جت الإسعاف نقلوه على طول على المستشفى. الزوج حاول إن هو يروح معاه المستشفى لكن الشرطة منعته، كانوا محتاجين إن هم يحققوا معاه ويعرفوا تفاصيل اللي حصل إيه بالظبط. واضح إن هو كان مصدوم لدرجة إن هو ما سمعش الشرطة وهي بتطلب منه إن هو ما يروحش معاها المستشفى، لأنه حاول إن هو يروح معاها المستشفى فمنعوه. ولما اطمن إن مراته راحت المستشفى بدأ يهدى شوية وبدأ يحكي اللي حصل. قال لهم إن هو من ساعة كانوا بيتخانقوا مع بعض، وعشان يريح أعصابه ويهدي الجو شوية نزل يشم هوا. كان عايز يروح مطعم الوجبات السريعة، كان عايز يشتري همبرجر من المطعم القريب من بيتهم، ومن عصبيته نسى المفتاح في الشقة، فما رجعش تاني ياخد المفتاح ونزل نكمل طريقه. أما نزل تحت لقى فيه عربية أو شاحنة موجودة. كان الوقت ده الساعة 2 الصبح. طبعا استغرب، كان شكلها مريب في المكان ده في الوقت ده. وكان باب الشاحنة اللي ورا كان مفتوح، وكان فيه راجل شكله أمريكي من أصل أفريقي كان قريب من الشاحنة وماشي رايح جاي رايح جاي. طبعا المنظر ده لفت نظره. الشاحنة موجودة كانت قريب من المجمع اللي هم ساكنين فيه، والوقت كان الساعة 2 الصبح. الوضع مش مريح، بس على الرغم من كده هيعمل ايه؟ ناس في حالهم ما جوش جنبه. فراح ركب عربيته وراح ساق لأقرب مطعم اللي هو ناوي يشتري منه البرجر. لما وصل المطعم لقى طابور طويل، واضح ان كل الناس عشان المطعم ده بيسهر بيروح يشتروا من عنده. كان طابور التيك اواي كان طويل، فقرر ان هو يروح فرع تاني ابعد شوية بس هيكون اروق. وفعلا اما راح هناك لقى اروق واشترى البرجر ورجع البيت. لما رجع البيت كان المشوار اخد منه 40 دقيقة. لما وصل الشقة لقى باب الشقة مفتوح وسمع صوت زي الشخير كده. دخل بسرعة الشقة، دخل اوضة النوم لقى مراته بالوضع اللي شافوه عليه الشرطة. ولما حس واطمن ان هي لسه عايشة فاتصل على طول على الشرطة عشان يجوا يلحقوها. الشرطة ما كانتش مستريحة للقصة اللي حكاها وحاسين في غرابة في الموضوع، يعني حاجة غريبة، واحد ينزل من بيته الساعة 2 الصبح عشان ياكل همبرجر ويقضي 40 دقيقة بحالهم عشان يجيب الوجبة، مع ان في مطاعم كتير قريبة من البيت. فالظابط حب يتأكد من صدق الكلام اللي هو بيقوله ده. طبعا الوجبة كانت لسه موجودة على الترابيزة، ما لحقش ياكل لانه طبعا اتفاجئ باللي حصل لمراته. فالظابط جس الوجبة كده لقاها دافية، وشاف الإيصال لقى فعلا المطعم بعيد عن البيت، والوقت الزمن اللي اشترى فيه الوجبة نفس الوقت الزمن اللي هو قاله، فلقى كل الكلام متطابق مع روايته. بس برضه ما بلعش القصة دي، يعني حس بغرابة، بس اتأكدوا من حجة غيابه فسمحوا له ان هو يروح المستشفى، بس طلبوا ان هم ياخدوا منه عينة دم. وقتها لسه ما كانش فيه تحليل الحمض النووي، بس يقدروا يقارنوا بين فصيلة الدم بتاعته والدم اللي كان موجود في مسرح الجريمة. لما الزوجة ديانا وصلت المستشفى والدكاترة كشفوا عليها اتضح ان هي مش مضروبة بالرصاص،
لكن اتضح ان هي مضروبة كذا مرة بقطعة من الخشب، حاجة زي عصاية. هي ديانا داولو من مواليد 59 من ضواحي توستن في لوس أنجلوس. أبوها كان بيشتغل في الجيش، أمها كانت عاملة في مصنع ملابس. ديانا لما كان عمرها 19 سنة شافت جوزها واتعرفت عليه لما كانت موجودة في بار. كان في واحد بيضايقها، لما هو شاف الكلام ده طبعا جه وحماها منه، ودي كانت بداية تعارفهم وعلاقتهم ببعض. وهي عشان تشكره عزمت عليه بمشروب. خطر على بالي المشهد ده في فيلم أبيض وأسود، واحد زق واحد على واحدة عشان يتعرف عليها. هو كان اسمه كيفن جرين، ومن بداية علاقتهم هو حكى لها كل حاجة وكان صريح معاها إن هو متجوز، بس هو على خلاف مع مراته، وإن هو ماشي في إجراءات الطلاق. واستمرت على علاقتها معاه، ولما حملت اتجوزوا، وده لأنه هو كان فعلا تم الطلاق. هو كان ميكانيكي طيارات في البحرية، ومكان القاعدة بتاعته كانت قريبة من بيته، وهي كانت بتشتغل في مصنع الملابس مع أمها. بس لما وصلت في الشهور الأخيرة من الحمل قررت إن هي تقعد في البيت. والحادثة حصلت في 30 سبتمبر في سنة 79. هي كانت خلاص على وشك الوضع، وكانت في الشهر التاسع، وكانوا قاعدين بيتفرجوا على فيلم وكان كل شيء تمام، ومرة واحدة اتخانقوا مع بعض، ولما الخناقة اشتدت راح سابها ومشى. هي بقى دلوقتي في المستشفى وهم بيحاولوا كل جهودهم عشان ينقذوها وينقذوا البيبي. بس بعد فترة بسيطة من وصولها للمستشفى دخلت في كوما. كانت حالتها محتاجة ان هي تعمل عملية جراحية، بس ما قدروش عشان خاطر البيبي. بس حالتها كانت مستقرة، قدروا ان هم يسيطروا على الوضع ويخلوا حالتها مستقرة. الشرطة طلبت من الدكاترة ان هم يعملوا لها فحص ويشوفوا اذا كانت اتعرضت للاعتداء ولا لا. هم الشرطة كانوا شاكين ان حصل لها اعتداء بسبب الوضع اللي لقوها عليه. الدكاترة ما قدرش يحسموا اذا كانت هي اتعرضت للاعتداء ولا هي دخلت في علاقة، لان كان في اثار العلاقة كانت موجودة على جسمها. جوزها كيفن قال ان هما دخلوا في علاقة قبل ما يتخانقوا بساعات، بس برضو في احتمالية انها ممكن تكون تعرضت للاعتداء بعد العلاقة اللي حصلت بينها وبين جوزها. وكانوا عايزين يعرفوا اذا كان السائل الموجود على جسمها ده خاص بجوزها ولا من حد تاني، بس ساعتها ما كانش فيه تحليل الحمض النووي، فالموضوع ده كان صعب ان هم يحددوه. تاني يوم تدهورت حالة البيبي، هي كانت حامل في بنت. ما قدروش يسيطروا على الوضع وفقدوا الطفلة. معرفش ليه ما عملوش ولادة مبكرة، ما هي كانت في الشهر التاسع. ايه المشكلة؟ مش عارفة ساعتها ايه اللي حصل بالظبط. يمكن هيكون في خطورة على حياتها، الله أعلم، ولا عدالة ربنا والبنت تفدي أمها، لأنها ساعتها قدروا يعملوا لها العملية اللي كان المفروض يعملوها وحالتها بقت مستقرة، بس لسه في غيبوبة. بس بعد ما عملوا العملية فرصة نجاتها بقت أكبر. بس وقتها الدكاترة ما قدروش يحددوا امتى هتفوق من الغيبوبة وحالتها هتكون شكلها ايه، وإذا كانت هتكون حالتها طبيعية ولا لأ. كل ده كان في علم الغيب، وده بسبب إن الإصابة كانت خطيرة. في الوقت نفسه المحققين كانوا بيحاولوا يوصلوا للجاني، وصنفوا القضية على إنها جريمة قتل، وفضل الزوج هو المشتبه بيه على الرغم من حجة غيابه، لأن حكايته ما كانتش داخلة مخهم، كانتش منطقية بالنسبة لهم، وفيها كمية صدف غريبة، إن هو يتخانق مع مراته وإن هو ينسى المفتاح في الشقة، وبالتالي الباب ما كانش متربس، وينزل في وقت متأخر من الليل ويلاقي طابور زحمة في المطعم اللي قريب منه، وإن هو يروح مكان بعيد مع إن في مطاعم قريبة منه، ويقعد 40 دقيقة بحالة عشان يرجع البيت. والراجل الغريب اللي كان واقف قريب من البيت الساعة 2 الصبح. كل دي صدف غريبة، لكن مفيش دليل يربطه بالجريمة. بس كان فيه مشتبه بيه تاني، مجرم بقاله سنة محيرهم، واللي خلى الشرطة تشتبه فيه إن كل الجرائم اللي هو عملها في خلال السنة نفس الطريقة اللي اتنفذت بيها جريمة الاعتداء على ديانا. كلها الجرائم متشابهة، نفس الأسلوب، وكلها حصلت في المنطقة اللي هي عايشة فيها، توستن والمناطق القريبة منها. بداية الجرائم حصلت في ديسمبر 78 لما في واحد اقتحم شقة كانت فيها واحدة عندها 17 سنة، ضربها بعصاية من الخشب واعتدى عليها، وكانت النتيجة ان هي ماتت. وبعديها ب4 شهور نفس الجريمة حصلت مع واحدة عندها 21 سنة، قدر يتسلل لبيتها. واضح ان هم كلهم بيبقوا قاعدين لوحديهم،
وضربها بقطع من الخشب واعتدى عليها، والضربة أدت لوفاتها. وفي جريمة تانية حصلت في يوليو 79 لما المجرم اقتحم شقة على واحدة وضربها برضه بالعصاية، بس دي نجت، بس دخلت في غيبوبة قعدت أسابيع، بس ما قدرتش تفيدهم بمواصفات المجرم. وفي أوائل سبتمبر يعني شهر قبل الجريمة اللي حصلت على ديانا حصلت اعتداء على واحدة بنفس الأسلوب عندها 31 سنة، ماتت تاني يوم من الاعتداء. كلها جرائم بتدل إن المجرم واحد، وكده الشرطة اتأكدت إن هي بتواجه قاتل متسلسل. أطلقوا عليه مهاجم غرفة النوم. المحققين كانوا خايفين إن هو يرتكب جريمة تانية، فطلعوا في الإعلام يحذروا السيدات اللي قاعدين لوحديهم لأن هم دول هدف المجرم، وخاصة اللي عايشين في الدور الأرضي لأنه سهل عليه إن هو يقتحم الشقة. وطبعا التحذير ده أرعب السيدات اللي خلاهم راحوا اشتروا أقفال زيادة للبيبان وسجلوا في دروس دفاع عن النفس وراحوا عاشوا مع أهلهم وأصحابهم. أما الشرطة زودت دوريات الشرطة الليلية. بعد البيان اللي أصدرته الشرطة بدأ يجيلهم اتصالات. بعض الجيران الضحايا قالوا إن هم شاكين في واحد شايفينه قريب من منزلهم، وكانوا نفس المواصفات، راجل أبيض شعره كثيف وغامق. وعلى الرغم من المواصفات دي ما فيهاش أي حاجة مميزة، إلا أن الشرطة وصلوا أشخاص تتطابق مع نفس المواصفات. لما حققوا معاهم وصلوش لأي نتيجة. بعد أسبوع من الهجوم اللي حصل على ديانا، الأطباء بشروا أهلها بأنها استعادت وعيها، بس هي عندها مشكلة، مش فاكرة حاجة خالص، وكمان مش قادرة إنها تتكلم. الضربة أثرت على وظائف المخ، وإن مخها دلوقتي زي طفل عنده 6 سنين، بس مع الوقت هتتعافى. في نفس الوقت حصل جريمة تانية. مجرم اقتحم شقة في توستن، واحدة عايشة لوحدها عندها 24 سنة، وضربها زي كل الجرائم بعصاية خشبية واعتدى عليها، وكانت النتيجة إنها ماتت. الشرطة برضو ما قدرتش توصل له، وده لأنه ما عندهمش أي دليل ممكن يوصلهم له. ديانا فضلت في المستشفى أيام بعد الحادثة، فقد الذاكرة، مش فاكرة حتى أبوها وأمها. الدكاترة قالوا إن هي حالتها هتاخد وقت بس هتتعافى. الدكاترة طلبوا من أبوها وأمها إن هما ما يضغطوش عليها وسيبوها تفتكر لوحديها، ولأن مفيش خطر على حياتها فخرجوها من المستشفى وراحت قعدت مع أهلها أبوها وأمها عشان ما تقعدش لوحديها، لأن جوزها طبعا بيشتغل وكانت محتاجة رعاية، فهو كمان راح قعد معاها عند أبوها وأمها. وبعد أسبوعين حصلت جريمة تانية بنفس الطريقة لواحدة عندها 17 سنة. أما ديانا فبدأت رحلة العلاج الطبيعي، كان في تحسن بس بطيء. وبعد 6 أسابيع من جلسات العلاج الطبيعي المعالج سألها إذا كانت فاكرة مين اللي اعتدى عليها ولا لأ. حركت راسها بمعنى أيوة، راحت مشاورة على خاتم الجواز. ولما جت أمها عشان تروحها المعالج حكى لها اللي حصل، فسألتها تاني هو كيفن هو اللي عمل فيك كده؟ راحت مشاورها براسها بمعنى أيوة. راحت واخداها على طول على الشرطة، والمحقق سألها أسئلة إجابات بأيوة أو لأ، ومن خلال الأسئلة اللي سألها لها فهم إنها فجأة رجعت لها الذاكرة وافتكرت اللي عمل فيها كده وإنه هو كيفن. وبكده اتغير مسار التحقيقات، لأن الشرطة كانت معتقدة إن المجرم اللي عمل جرائم متسلسلة من سنة هو نفسه اللي اتهجم على ديانا. وكان في كذا احتمال، يا إما هو جوزها كيفن هو المجرم المتسلسل وهو اللي عمل كل الجرائم دي، وبما إنه ساكن في نفس المنطقة وخاصة إنه يشبه المواصفات اللي قالوا عليها الجيران، واللي هو حب يتخلص من مراته فنفذ جريمته بنفس الأسلوب اللي نفذ بيه القاتل المتسلسل عشان تبقى واحدة من ضمن الجرائم اللي عملها ويبقى هو بعيد عن الشبهات، وما كانش صعب إن هو ينفذها بنفس الأسلوب. فكانت الشرطة محتارة يا ترى هو منفذ الجرائم دي كلها ولا بس جريمة مراته، بس ما كانوش قادرين يقبضوا عليه عشان لو قبضوا عليه في جريمة ديانا بس مراته كده هيفلت من بقية الجرائم. فأخدوا قرار صعب بإن ديانا وأمها يتظاهروا إن هي لسه فاقدة الذاكرة ويتعاملوا عادي مع كيفن على إنها مش فاكرة حاجة خالص، فيتعامل براحته من غير قلق ولا حرص، وهما في نفس الوقت هيراقبوه 24 ساعة ل 24 ساعة ويسألوا أصحابه عن تصرفاته عن أي معلومة ممكن تفيدهم. أنا في اللحظة دي خطر على بالي سؤال، أنا لو كنت في مكانها
ممكن كنت أتظاهر وأمثل على اللي كان بيحاول يقتلني إن أنا مش فاكراه وأتعايش معاه عادي؟ أنا كنت هنكشف بعد فينتو ثانية مش ثانية. يا ترى في حد عنده أعصاب ممكن لو اتحط في الموقف ده لا قدر الله إنه ممكن يتعايش مع واحد ممكن يحاول يتخلص منه؟ لما اتكلموا مع أصحابه عرفوا إن هو ومراته كان دايما في مشاكل ما بينهم، ده حتى الجيران قالوا إن هما كانوا بيسمعوا صوتهم وكان دايما بيصرخوا على بعض، وده عكس اللي قالوا لما حققوا معاه في الأول. قال لهم إن هما مفيش ما بينهم مشاكل وإن هما على وفاء وإن حياتهم مثالية. أما راقبوا كيفن لقوه بيتصرف طبيعي، بيروح الشغل وبيرجع البيت وما بيعملش أي حاجة تثير الشبهات. الشرطة وصل لها نتائج المختبر، لقوا تحت ضوافر ديانا أجزاء من جلد كانت مليانة دم. لما قارنوا بين فصيلة الدم اللي موجودة تحت ضوافر ديانا وفصيلة الدم بتاع كيفن طلعت متطابقة. طبعا وقتها ما كانش فيه تحليل حمض نووي ولا حاجة، مجرد تطابق فصائل الدم. وعرفوا إن سبب المشاكل اللي كانت ما بينهم إن هي في الفترة الأخيرة من حملها كانت رافضة إن هو يتقرب منها. ففكروا السيناريو اللي ممكن يكون حصل يوميها إنه بعد ما هاجم ديانا واعتدى عليها مشى من البيت وراح المطعم عشان يبقى عنده حجة غياب، وطبعا بالدليل الإيصال هيثبت مكان وجوده والزمن، فبكده مش هيشكوا فيه. والدافع ورا الجريمة إنه حاول معاها وهي رفضته، وإنه اعتدى عليها مش زي ما قال المحققين إنه كانوا على علاقة بالتراضي. وده الاستنتاج اللي استنتجوه الشرطة بناء على كلام أصحابه والشهود، إن قالوا كانوا في الفترة الأخيرة دايما بيتعاركوا مع بعض لأنها كانت رافضة إن هو يتقرب منها. الأم قالت للمحققين إن هي مش قادرة تستحمل إن هي تعيش معاه تحت سقف بيت واحد وهي عارفة هو المجرم وإن هو اعتدى على بنتها، وعشان كده أخدوا قرار إن هما يقبضوا عليه ويتخذوا معاه الإجراءات القانونية، بس اعتقلوه هو كان موجود في أحد المحلات، وده عشان ما يعرضوش أهل ديانا للخطر. بس هو أصر إن هو بريء وإن هو كان بيشتري همبرجر وإن هو ما عملهاش أي حاجة. أول جلسات المحاكمة كانت بعد 10 شهور. كانت ديانا اتحسنت شوية، كانت تقدر تتكلم بس كلامها تقيل شوية. الدكاترة لما شافوا حالتها سمحوا لها بالشهادة وإن شهادتها موثوق فيها، وفي المحكمة شهدت عليه وقالت عليه إن هو المجرم وإن هو اللي اعتدى عليها، لكن هو أصر إن هو بريء وإن هو ما كانش موجود في الشقة وإن هو كان بعيد عن مسرح الجريمة. لكن شهادة الضحية وإصرارها إن هو الجاني كانت أقوى من أي دفاع وأي كلام ممكن يقوله المجرم. اتهم في نوفمبر 1980 بتهمة القتل، قتل بنته والاعتداء على مراته، واتحكم عليه بالسجن لمدة 15 سنة إلى مدى الحياة. المحققين لاحظوا حاجة، إن هو قبل ما يتقبض عليه حصل جريمتين والضحيتين نجوا من الموت بس ما قدروش يتعرفوا على المجرم، لكن بعد ما اتقبض عليه اتوقفت الجرائم، وبكده زادت شكوكهم إن هو ممكن يكون فعلا القاتل المتسلسل. أما ديانا رفعت دعوة طلاق، بس الإصابة أثرت عليها، كلامها كان تقيل وسماعها ضعف ونظرها ضعف. مرت سنين وهو في السجن وهو لسه مصر إن هو بريء. المساجين كانوا مروقينه على الآخر طبعا لأنه داخل بتهمة اعتداء، فكان بيروح المستشفى كتير بسبب الإصابات اللي كان بتحصل له من المساجين، وكل مرة كان بيقدم على طلب إفراج مشروط. قدم 3 مرات طلب إفراج مشروط ويترفض، وده لأنهم حاسين إن هو مش حاسس بذنبه وإن هو مش ندمان وما اعترفش بذنبه، هو مصر إن هو بريء، عشان كده كان بيرفضوا الطلب. في الوقت ده ظهر اختبار الحمض النووي. كيفن طلب منهم إن هم ياخدوا منه عينة من الحمض النووي ويقارنوها بالحمض النووي اللي لقوه في مسرح الجريمة للمجرم، لكن الطلب اترفض، وده لأنه ما قدرش يدفع تكلفة الاختبار، وفضل الحال على ما هو عليه لغاية سنة 96 لما المحققين قرروا إن هم يعيدوا فتح قضايا القتل للمجرم اللي أطلقوا عليه قاتل غرفة النوم، وده لأنهم كانوا محتفظين في المختبر بالعينات اللي لقوها في مسرح الجريمة اللي نتجت عن الاعتداء، وعن طريق اختبار الحمض النووي ممكن يوصلوا للمجرم. وكيفن لسه كان في بالهم، لسه شاكين فيه إن هو ممكن يكون القاتل المتسلسل. لما حطوا عينة الحمض النووي الخاصة بالمجرم اللي كانت موجودة في مسرح الجريمة داخل قاعدة البيانات،
طلعت لهم نتيجة ما كانوش متوقعينها. كانت لواحد اسمه جيرالد باركر، هو اتقبض عليه في نفس الوقت اللي اتقبض على كيفن فيه، عشان كده اتوقفت عمليات الاعتداء، وكان مقبوض عليه بتهمة الاعتداء على واحدة كان عندها 13 سنة في تاستن. بس المحققين ما ربطوش بين القضية ديت وسلسلة الجرائم اللي حصلت طول السنة، وده عشان فيها اختلاف، لأن الجرائم كلها كانت حصلت داخل بيوتهم، كان بيهاجمهم في غرفة نومهم في وقت متأخر من الليل، لكن الجريمة ديت كانت البنت في الشارع، هو خطفها من الشارع. الوقت اللي اكتشفوا فيه المحققين المجرم الحقيقي، كان المجرم قرب يطلع من السجن، كان قرب يفرج عنه، كان قضى مدة عقوبته. بس برضه كان في حاجة محيرهم، هل هو كمان هو اللي هجم على ديانا ولا جوزها؟ الغريب بقى ان هم اكتشفوا ان باركر كان موجود في نفس القاعدة العسكرية اللي كان فيها كيفن، وكمان كان عنده شاحنة، نفس الشاحنة اللي شافها كيفن اما نزل من البيت، وهو كمان امريكي من اصل افريقي. المدعي العام راح زار كيفن في السجن عشان يبلغه بالتحديثات اللي حصلت في القضية، وعشان يطلب منه ياخد منه عينة من الحمض النووي. طبعا وافق على طول، ما هو كان بيقدم كذا مرة ان هم ياخدوا منه عينة، بس هم كانوا رافضين. لغاية ما تطلع نتيجة الاختبار الخاص بالحمض النووي بتاع كيفن، راحوا زاروا باركر في السجن عشان يحققوا معاه، موجهلوش اي اتهام، مستنين القضية تتقفل ومبقاش فيها اي ثغرة، بس راحوا عشان يحققوا معاه، وكان عندهم امل ان هو يعترف بجرايمه، لكنه انكر. انا بس بخطف البنات من الشارع، لكن اهجم عليهم في بيوتهم مش اخلاقي. طبعا بهزر، طبعا ما قالش الكلام ده. كان كل تركيز المحققين عايزين يتاكدوا ان هو اللي عمل كده في ديانا ولا لا، لانهم كانوا محتارين لان هي اعترفت على جوزها، وكمان كانوا شاكين في كيفن لان مش معقوله كميه الصدف اللي حصلت في يومها. المحققين لما راجعوا اقواله اما قبضوا عليه في التهمه بتاعت البنت اللي خطفها من الشارع، لقوا فيه ثغره ممكن يضغطوا عليه بيها. قال في الاقوال بتاعته، قال ان افضل شيء حصل في حياته الوقت اللي قضاه في الجيش. فالمحققين استغلوا النقطة دي وضغطوا عليه بيها، قالوا له ازاي تخلي واحد جندي غيرك يتحمل نتيجة جرايمك ويتسجن ظلم. قال لهم ان هو ليلتها طلع بالعربية زي ما هو متعود كل فترة، يطلع بالليل في وقت متأخر بيدور على ضحية، بيبص على البيوت ويبص على شبابيك البيوت اللي موجودة في الأدوار الواطية زي ما هو متعود، عشان يختار الضحية المناسبة له ويتأكد إن مفيش حد غيرها موجود في البيت. في الوقت ده سمع صوتهم وهم بيتعاركوا، كان صوتهم عالي، كان طالع من شقة كيفن، وبعد كده شاف راجل ماشي من البيت ولاحظ إن الباب مفتوح مش متربس. استنى شوية لغاية ما اطمن إن مفيش حد راجع، ودخل هجم على ديانا. باركر قال إن هو ما يعرفش كيفن لأنه كان في وحدة مختلفة، واعترف بالجرائم اللي هو عملها، 6 ماتوا و3 نجوا. وباعتراف باركر وبوجود أدلة الحمض النووي، ثبت براءة كيفن بعد ما قضى 16 سنة في السجن ظلم واعتداء من مساجين، وبعد أيام أفرج عنه. الناس كانت في حالة غضب شديد، مش بس عشان في واحد اتهم ظلم، عشان الوقت الطويل اللي خدته الشرطة عشان تلاقي المجرم الحقيقي. عرض عليه تعويض على السنين اللي هو قضاها ظلم في السجن، 110,000 دولار. طبعا هو يعتبر مبلغ ضئيل، انا بالنسبه لي لو ادوله كنوز الدنيا ما يتكفيش. وبعد سنين ادوله تعويض 100 دولار عن كل يوم قضاه في السجن، كان اجمالي 620,000 دولار. الغريب بعد ما ثبتت براءته، ديانا ما كانتش مقتنعه، هي مقتنعه هو المجرم. ولما عرفت دليل براءته ان باركر اعترف وان في ادله الحمض النووي، غيرت قصتها، قالت ان باركر اعتدى عليا بعد ما كيفن اعتدى عليا. لكن باركر قال لما دخل الشقة واعتدى عليها كانت نايمة على السرير وما كانش فيها اي اصابات ولا اي حاجة تدل ان هي تم الاعتداء والهجوم عليها. اكد ان هو اللي ضربها على راسها واعتدى عليها. اما عيلتها، عيلة ديانا، شايفين ان كيفن طلب من باركر ان هو يخلصه من مراته، وده السبب ان هو ساب له باب الشقة مفتوح، ومش مقتنعين ان هي كلها صدف. مش ممكن تكون الصدف دي بالشكل ده، ان واحد يسيب باب الشقة وواحد ماشي في الشارع ولقى باب الشقة مفتوح ودخل، كل دي مش ممكن صدف تكون منطقية. لكن باركر أصر ان هو ما يعرفش كيفن، وأكد ان معظم الناس اللي شغالين في القاعدة ما يعرفوش بعض، ان في وحدات مختلفة كلنا ما بنعرفش بعض. وكيفن كمان قال ان هو ما يعرفش باركر،
وإنه عمره ما يفكر إن هو يأذي مراته أو بنته، وقال إن هو حاسس بالذنب بسبب إن هو نسى المفتاح وساب باب الشقة مفتوح، وكل اللي حصل له وحصل لمراته بسبب الإهمال. أما الدكاترة كانوا شايفين إن الصدمة اللي اتعرضت لها ديانا والخبطة اللي أثرت على دماغها والغيبوبة اللي دخلت فيها خلتها بعد ما فاقت من الغيبوبة أي معلومة ممكن تتقال قدامها بتعتبرها حقيقة. وعشان كده ما فاقت من الغيبوبة الدكاترة طلبوا من أهلها إن هم ما يضغطوش عليها وما يقولولهاش أي معلومة، لأن دماغها في الوقت ده كان في استعداد إن هو يستقبل أي معلومة على إنها حقيقة، وبالتالي بتأثر على ذاكرتها. وبعد سنين من خروج كيفن من السجن لسه هي برضه بتعاني من مشاكل صحية، وعندها صعوبة في إن هي تفهم الكلام لو حد اتكلم بسرعة. وفي عام 1999 صدر حكم بالإعدام على باركر، لكن بعد ما قضى سنين في السجن اتلغى حكم الإعدام. هو لغاية دلوقتي في السجن بيقضي مدة عقوبته. أحب أعرف رأيكم وفي تصرف ديانا، هل هي فعلا مريضة ومش فاكرة وكل المعلومات اللي هي بتقولها بسبب الناس اللي حواليها بيوصلوا لها معلومة واقتنعت بإنها حقيقة، ولا مشاعرها هي اللي غالبة عليها وغالبة على تفكيرها ومأثرة على ذاكرتها؟ وأشوفكم على خير في قضية جديدة. سلام.